اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنقدم لكم تقييم تليفون انفينكس 02 اللي بتنافس بيه شركه انفينكس بقوه في السوق المصري. التليفون انتري ليفل، يعني سعره قليل، زائد ان امكانياته متميزه جدا وقادر ينافس بقوه قدام موبايلات كتيره في نفس الفئه السعريه. خليكم معانا. حجم التليفون مناسب جدا وسهل ان انت تمسكه بايد واحده، زائد ان وزنه خفيف جدا، يمكن اخف بكتير كمان من الاصدار اللي قبله انفينكس زيرو. وزي ما احنا شايفين لو بصينا على الظهر هنلاقي ان الظهر مصنوع من ماده الكافلر، ودي بتديله ملمس مميز وكمان بتخليه مقاوم للخدش. التليفون من ناحيه اليمين هنلاقي ان تحت خالص في زرار الباور، فوقيه في الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه، وفوق خالص في فتحه الميموري كارد وهو بمقاس مايكرو اس دي. اما لو جينا نبص على ناحيه الشمال هنلاقي الفتحه بتاعه السيم كارد، والموبايل دول سيم يعني بيشغل شبكتين، بس الواحده هتشتغل 3G والثانيه هتشتغل 2G. لو جينا نبص على الجزء الامامي من التليفون هنلاقي فوق في الفرونت كاميرا، وجنبها في سنسور خاص بالشاشه اللي بيقفلها اثناء المكالمات، ولكن مفيش نوتيفيكيشن اليرت اللي بيكون موجود في معظم الموبايلات لما بيجي لك نوتيفيكيشن او مكالمه او مسج. الجزء الخلفي من التليفون في كاميرا 13 ميجا بكسل زائد الفلاش بتاعها من نوع LED. الجزء السفلي من التليفون هنلاقي فيه سماعتين، بس الناحيه الشمال بس هي اللي شغاله، والناحيه اليمين معموله علشان الديزاين بتاع التليفون يكون شكله حلو. والجهاز من فوق فيه فتحتين، فتحه المايكرو USB بتاعه شحن التليفون، والفتحه الثانيه بتاعه الهيدفونز او السماعات بتاعتك. دلوقتي هنتكلم عن واحده من اهم مميزات التليفون وهي الشاشه بتاعته. الشاشه 5 بوصه ومتغطيه بطبقه جوريلا جلاس علشان تحميه من الخدش، بس المفاجاه ان هي مصنوعه بجوده سوبر اموليد، ودي بتيجي في تليفونات قليله جدا في الهاير رينج او في التليفونات اللي سعرها بيكون عالي. دقة وضوح الشاشة هي 1280 في 720 بكسل، وكثافة البكسلز لكل بوصة هي 294 بكسل في البوصة الواحدة. وده بيدي شاشة تليفون انفينكس 02 ميزة مهمة جدا، وهي نقاء الصورة المعروضة، وكمان الألوان هنلاحظ إن هي فعلا زاهية وساطعة غير معظم التليفونات اللي احنا جربناها هنا في ريفيوزات. بالنسبة لأداء التليفون فالتليفون أداؤه كويس، مزود ببروسيسور من نوع ميديا تك 8 النواة بسرعة 2 جيجا هرتز وكمان رام 2 جيجا بايت. بس لما جينا نجربه مع ألعاب قدرتها عالية جدا زي لعبة أسفلت كان في مشاكل في تشغيل اللعبة، وطبعا انت مش متوقع ان هو يشغل العاب فائقة الجودة او فائقة السرعة في الجرافيكس زي اسفلت موبايل بالسعر اللي احنا بنتكلم فيه. لكن في الالعاب المتوسطة والابلكيشنز اللي مش بتحتاج جهاز عالي قوي كان الجهاز انفينكس 02 بيشغلها بقدرة كويسة. بالنسبة للذاكرة الداخلية للتليفون هي 16 جيجا بايت، وهيكون متاح منها للاستخدام حوالي 13 جيجا بايت، واحنا شايفين ان دي مساحة مناسبة. ولو احتجت مساحة اضافية تقدر تضيف ميموري كارد تخزن عليه كل الملفات والابلكيشنز الخاصة بيك. نظام التشغيل الموجود على التليفون هو اندرويد كيت كات 4.4.2، وكمان هيوصله تحديث اندرويد لولي بوب، بس مش هيكون في صورة اوتوماتيك ابديت، هيكون في صورة مانوال ابديت انت اللي تدخل تنزله بنفسك. اما بالنسبه لواجهه المستخدم الخاصه بالتليفون فشايفين ان هي سهله وبسيطه جدا. فيها اب درور هيكون متخزن عليه كل الابلكيشنز الخاصه بيك في اكتر من شاشه تقدر تقلب ما بينهم بكل سهوله. كمان لو بصينا على النوتيفيكيشن بار هنلاقيه متقسم لحاجتين، اول حاجه هي النوتيفيكيشن ودي عليها كل التحديثات اللي بتجيلك على التليفون بالتاريخ. تاني حاجه هي السويتشز ودي عليها كل الشورت كاتس للبرامج والحاجات اللي انت بتستخدمها باستمرار في التليفون. تالت حاجه من الجسترز او الشورت كاتس الموجوده على التليفون ان انت لو ضغطت عليه فتره طويله هيخليك تقدر تتنقل ما بين اكتر من شاشه عشان تخليها دي الهوم سكرين بتاعتك. كمان تقدر تضيف او تشيل ويدجتس من على التليفون. كمان انت تقدر تغير حجم الايقونات الموجوده عندك على الهوم سكرين. مع ان بطاريه الجهاز بقوه 3000 ملي امبير، الا ان احنا لاحظنا انها بتخلص بشكل سريع لو استخدمنا الانترنت لفتره طويله، وكمان بسبب جوده الشاشه العاليه اللي هي سوبر اموليد. الا ان مميزات البطاريه انها بتتشحن من 0 ل 100% في وقت قصير جدا. السوفت وير بتاع الكاميرا سهل وبسيط جدا، هنلاقي من تحت فيه 3 زراير، اول زرار لتصوير الفوتوغرافيا، وثاني زرار لتصوير الفيديو، وثالث زرار هو اللي بنختار منه المودز بتاعه التصوير لو احنا عايزين نصور بورتريه او بانوراما او اي حاجه من الحاجات الثانيه اللي الموبايل اوريدي بيكون حاططها لنا. ولو جينا نبص على الاوبشنز بتاعه التليفون هنلاقي ان التليفون هيكون حلو قوي للناس اللي بتصور، لانه بيتيح لك ان انت تتحكم في اكتر من حاجه زي الاكسبوجر او الاضاءه بتاعه الصوره، زي الكلر افكت هنلاقي عندنا اكتر من بريسيت موجوده، وزي السيم مود هنلاقي فيه نايت وساني وبارتي واكتر من حاجه، وكمان الوايت بالانس علشان تتحكم في دقه اللون الابيض بتاعه الصوره. كمان التليفون بيخليك تتحكم في الايزو بتاع الصوره زي ما احنا شايفين، وفي خاصيه الاتش دي ار اللي بتخلي الصور بتاعتك تطلع بشكل احسن. ومن الخصائص الحلوه جدا الموجوده في التليفون هي الاوبجكت تراكنج، وهي ان انت بتحدد اوبجكت معين انت بتصوره، والكاميرا بعد كده بتتتبعه علشان تظبط عليه ظروف الاضاءه والفوكس، وعلشان الاوبجكت ده كمان بلغه المصورين ما يهربش منك.
زي ما احنا شايفين المربع الاخضر ده هو اللي بيحدد لك الاوبجكت بتاعك. الكاميرا الاماميه للتليفون هي بدقه 5 ميجا بكسل، والصور فيها جودتها معقوله. طبعا هي نفس السوفت وير تقريبا بتاع الكاميرا الخلفيه. لو جينا نشوف السوفت وير هنلاقي ان انت برضه ممكن تظبط الاكسبوجر، ممكن تظبط الايزو والوايت بالانس، بس ما فيش فيه خاصيه الاوبجكت تراكنج او الايمج تراكنج. من الاخر تليفون انفينكس زيرو 2 هيكون تليفون مميز جدا لو انت بتحب التصوير او بتحب الشاشه بتاعتك تكون واضحه والوانها زاهيه وتشوف فيديوهات جودتها عاليه. كمان سعره مميز جدا وهو 1350 جنيه، وده بيخليه من اكتر الموبايلات المناسبه في الحيز السعري ده على مستوى الامكانيات.